شن قراصنة مغاربة هجوما ضد مواقع مصرية وكويتية ردا على ما يقولون أنها إساءة للمغربيات في مسلسلات تعرض في البلدين بمناسبة شهر رمضان. وعلى إثر واقعة اختراق موقع وزارة الإعلام المصرية، أعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري قرارا بمراجعة كافة البرامج والأعمال الدرامية للتأكد من خلوها من أي شيء يسيء إلى أي جنسية عربية، في حين عبر كتاب مغاربة عن غضبهم تجاه التشويه المتعمد للمغربيات في الأعمال العربية. مراسلتنا في المغرب إقبال الهامي تابعت تطورات الموضوع وأعدت التقرير التالي. حملة الغضب، ذاك هو الاسم الذي أطلقه قراصنة مغاربة على هجماتهم التي استهدفت مواقع مصرية وكويتية ردا على ما يقولون إنها إساءة متعمدة للمغربيات في مسلسلات تعرض في البلدين بمناسبة شهر رمضان. وقد اخترق القراصنة موقع وزارة الإعلام المصرية، ما تسبب في انهيار نظام الموقع قبل أن يعاود الاشتغال. وتقول رسالة القراصنة إن الاختراق سيتسع ليشمل مواقع مصرية أخرى. من ناحية النجاعة ديال هذه الحملات أعتقد أنها كانت ناجعة، والدليل هو اعتذار اللي قدمته دولة الكويت المغرب، تحرك الأخير للسلطات المصرية من أجل مراقبة الإنتاجات الدرامية المصرية وإخلائها من أي شيء قد يسيء إلى صورة الإنسان العربي فيها. وأعتقد أنه القراصنة المغاربة كانوا في مجمل أوقات الأزمة كانوا يتدخلون. هي إذن حرب إلكترونية يخوضها قراصنة مغاربة، وقد انطلقت فصولها مع بداية عرض فيلم كرتوني على إحدى الفضائيات الكويتية خلف موجة غضب شعبية ورسمية. وكان من تداعياتها اختراق القراصنة لأكثر من 30 موقعا كويتيا بينها مواقع لدوائر رسمية عليا. وقد انضمت مدونات مغربيات لتلك الحملة في خطوة يراد منها رد الاعتبار لتاريخ المرأة المغربية وإبراز تفوقها في مجالات الرياضة والعلم والفلك والفضاء والدين. قررنا التصدي لكل المنابر الإعلامية التي تنال من سمعة المرأة المغربية، ونتساءل لماذا تتجاهل الدراما العربية التجارب الرائدة لنساء مغربيات، أقلها أن أول امرأة رفعت علما عربيا في القطب الجنوبي كانت مغربية. ليست هذه المرة الأولى ينفذ فيها قراصنة مغاربة هجوما على مواقع إلكترونية، لكنها أول مرة يتم فيها اختراق مواقع عربية. فقد سبق أن فرض قراصنة حالة دمار إلكتروني شلت مئات المواقع الإسرائيلية أثناء الحرب على غزة. يبدو أن القراصنة المغاربة قد استعاضوا عن سياسات الاحتجاج الرسمية بشن حروبهم الافتراضية، وهم يقولون إن تلك الحروب لن تتوقف طالما ظلت الدراما العربية تسيء للمرأة المغربية. إقبال الهامي، الجزيرة، الرباط. ومعنا من الرباط سعيد جبلي رئيس جمعية المدونين المغاربة. سيد سعيد، ما الذي دفعكم إلى شن هذه الحملة وبهذه القوة؟ هل لأن الرد الرسمي للسلطات المغربية لم يكن في مستوى انتظاراتكم؟ السجال الرقمي الذي كان شهده فضاء الانترنت بعد مسلسلين المصري والكويتي كان له شقين. كان هنالك في البداية حملات رقمية، وهي كانت قبل تحرك يعني السلطات الرسمية، وكانت البادرة اتخذها أفراد ومدونات، وليس بالضرورة جمعية المدونين المغاربة، وإنما هي مبادرات فردية. أما التحرك الأخير فكان القرصنة والتخريب للمواقع المصرية والكويتية. نحن أيضا ندعم مثل هذه الحملات التي تكون تهدف إلى محاربة الصورة النمطية والاستهزاء بالمغرب وبالمغاربة عبر الإعلام في الإعلام المشرقي. لكننا من ناحية القرصنة والتخريب لا نشجع مثل هذه الحملات، لأننا نراها لا أخلاقية، ثم أنها غير قانونية. ولكن هل حاولتم من خلال هذه الحملة فهم خلفيات ما أسميته بالصورة النمطية التي تعطى عادة للمرأة المغربية؟ على كل النقاش لا زال مستمرا على الانترنت، وعكس عمليات القرصنة والتخريب فإن النضال الرقمي يستحضر جميع الأبعاد، البعد الحقوقي بما فيه حرية التعبير، والبعد الفني والإبداعي، حتى لا يتحرك حتى لا يتحول الحس الوطني
وحتى لا تتحول يعني رغبة الجماهير في الدفاع عن سمعتها إلى فرض رقابة على وسائل الإعلام وعلى الفن وعلى الإبداع. ولكن هذه الحادثة في المسلسل المصري ليست معزولة، يعني تكررت أيضا في أحد البرامج أو المسلسلات الكويتية، مما يجعل أن المسألة ربما ترتقي إلى مستوى الظاهرة. نعم، هو صحيح، هذه الظاهرة ظاهرة مواكبة للحقيقة وانعكاس أيضا للحقيقة، حتى لا نكون كما كنقولوا احنا بالمغرب دوي علينا وجي علينا. ففي المغرب أيضا فعلا توجد هناك سياحة دعارة ويوجد هناك مظاهر سلبية، لكن تعميمها وجعلها صورة نمطية خاصة بالمغربيات هذا أمر هو الذي يعني يرفضه وترفضه المغربيات، لأنه يؤثر عليهن ويؤثر على تعايشهن وعلى حضورهن في بقية الدول. لكن مع ذلك يجب على الدولة ويجب على المغاربة أن يعالجوا مشاكلهم وجميع الدول. فلو أن مسلسلا مغربيا مثلا أراد أن يتكلم عن حرمان المرأة من سياقة السيارة لتكلم عن السعودية، أو أراد أن يتكلم عن ظاهرة سلبية أخرى مثلا ختان البنات باسم الدين لتكلم عن مصر. فإذا هناك كل دول متميزة بظواهر سلبية معينة، وهذه الظواهر يجب أن نعالجها. لا نستطيع أن نعالجها دون ذكر تلك الدولة، فلا يمكن أن نعالج مسألة المخدرات دون الكلام عن كوبا أو أفغانستان أو الحشيش في المغرب. فكل قضية توجد في دولة معينة، ويجب على الدولة أيضا أن تساهم إلى علاج تلك المشاكل. لكن لا يجب في الجانب الآخر أو من جهة أخرى لا يجب على الإعلام أن يستغل تلك النقطة للإساءة إلى دول وإلى شعوب معينة، لأن فيها يعني مظهرا سلبيا لا يخلو منه أي مجتمع. يعني ردود الفعل الرسمية هل كانت مريحة لكم؟ يعني هل كانت بمثل هذه القوة التي كنتم تتوقعونها؟ أولا الردود الرسمية كانت متأخرة، هذا من جهة، ثم لم تكن في المستوى، ثم أن المغاربة أو الدولة المغربية لا تهتم يعني بعلاج المشكل الحقيقي، وإنما تهتم فقط بالحفاظ على صورة المغرب أو المغاربة عندما يفوت الأوان. فنحن نعلم أنه في المغرب هناك سياحة جنسية، في المغرب هناك مظاهر سلبية، في المغرب هناك جهل، هذه أمر لا ينكرها أحد، وكل دولة فيها مشاكلها، وعلى أي دولة أن تسارع أولا لعلاج هذه المشاكل وانتزاعها من أصلها واستئصالها، ثم بعد ذلك نتكلم عن الصورة. ومع ذلك يعني التحرك المغربي كانت هناك حركة لم ترضي الكثيرين، ولكنها كانت بالمقابل تحرك شعبي كبير على الانترنت وفي أوساط الفنانين وفي أوساط يعني النخبة المغربية. شكرا لك سعيد جبلي رئيس جمعية المدونين المغاربة.